هذه الوصفه بالذات لازم نشاركها معكم. درت فيه هنايا كيما راكم تشوفوا كيك بذوق الموخيتو، بزاف 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 بنين. اون بلوس زدت درت فيه واحد الطريقه يعني هكذا تخلي القوام تاعو يجي حرير. راكم تشوفوا كان يقطع فيه ما راهو يتفتت ما والو، يجي هكذا حكم روحه. اون بلوس قلت لكم خفيف خفيف، قد ما نقول لكم خفيف وقليل. هذا الكيك لازم تجربوه باش تفهموا واش راني نقول لكم. الوغ كيما العاده ديروا جيم في هذا الفيديو، بارطاجيوه مع كامل اللي تعرفوهم، بيان سور ديروا ابوني باش تشجعوني. كيما العاده قولوا لي واش راكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا فيفي واليوم نشارك معكم طريقتي في هذا الكيك البنين المنعش والخفيف. تبعوا معايا حتى الاخر. هنايا دوكا نروحوا نبداو الوصفه تاعنا. وكيما راكم تشوفوا هذا الكيك يجي شغل حرير، يجي ليس لا تيكستور تاعو راكم تشوفوا فيها. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا وعلاش جاني بهذا الشكل. الوغ هنايا شوفوا الحاجه الاولى عندي واحد 10 ورق تاع النعناع، شديتهم قطعتهم صغار، زدت عصرت عليهم نص حبه قارص، درت عليهم زاز تاع حبه قارص، زاز تاع حبه قارص، ومغرفه تاع ماكله سكر غلاس. خلطتهم ودرتهم هكذا يعني وسيتهم بهذه الطريقه باش هذاك النعناع يطلق الذوق تاعو والماء تاعو يجيني باين في الكيك. من بعد نجيب هكذا ريسيبيون وندير فيه 3 حبات بيض يكونوا متوسطين ولا شويه كبار، واذا كانوا صغار ديروا 4 كيما بولفا نقول لكم. لازم يكونوا بحاره الغرفه. نزيد عليهم 160 غرام تاع السكر، نخلط شويه ونزيد هذاك الخليط اللي درتو تاع النعناع وجو دو سيترون، زيت دو سيترون وسكر غلاس. هذاك قلت لكم باش يعطينا الذوق هذاك تاع الموخيتو. كيما تقدروا تستغناو على هذيك المرحله كامل وديروا في بلاصتها كاريمون ديروا الذوق النعناع هذا مكان. من بعد نخلط هذا الخليط كامل بالباتور، نخلطه مليح حتى يضاعف الحجم تاعو ويبيض كيما راكم تشوفوا. هاد العمليه لازم ديروها يعني خذوا فيها الوقت. من بعد نزيد الزيت. هنايا الزيت درت 120 غرام تاع الزيت، نديرو كيما شتو على شغل خيط كيما موالفين نطلعوا المايونيز، ما نديروش على ضربه. نخلط مليح حتى ينسجم هذاك الزيت تاني، ونزيد من بعد الفارينه. هنا بالنسبه للفارينه درت 250 غرام تاع فارينه، بيان سور لازم تغربلوها قبل باش تديروها. زدت 2 ساشيات تاع لا لوفور شيميك، يعني قيس 20 غرام لوفور شيميك، وقلنا 250 غرام تاع الفارينه ولازم تكون مغربله. نخلط دوكا تاني هاد المكونات هكذا بلا عقل برك باش ما طيرش عليا هذيك الفارينه. ندير بهاد العمليه هي الاولى بلا ما نشعل الباطور، نقعد ندور هكا فيه. من بعد نشعل الباطور باش نكمل نخلطها مليح وتنسجم مع الخليط تاعي. هنا خلطوها شويه برك. هنا دوكا نزيد كيما راكم تشوفوا علبه تاع ياغورت طبيعي، ياغورت طبيعي. وإلا حبيتوا ياغورت يكون بذوق الليمون ديروه، راح يزيد لكم ذوق تاع الليمون، يزيد يبان مليح. وزيدوا مغرفه تاع خل، يعني اي نوع تاع خل اللي عندكم. انا كان عندي هذا الخل الابيض درت هذاك، خلطوا مليح. دوك نفهمكم وعلاش درنا الياغورت ناتور درناه دوكا، يعني الياغورت بصفه عامه وعلاش درناه في هذه المرحله. الفرق في انه نديروا الياغورت هو الاخر كيما درت انا، ولا ديروه مع الزيت يعني جوست مور زيت، هو في القوام تاع الكيك تاعكم مور ما يطيب. هنا كي ديروا في هذه المرحله مور ما تقطعوا الكيك تاعكم تشوفوه باللي ليس، ما يجيكمش ما يتخربش الوجه تاعو. مور ما تقطعوا الكيك تاعكم يجي ليس. هاي لك وعلاش نديروا الياغورت في هذه المرحله، ما نديروش في المراحل الاولى يعني مع السوائل. نديروه هو الاخر مور ما نخلطوا الفارينه نديروه. من بعد نجيب هكذا مول اللي نكون دهنته بالزبده ورشيت عليه فارينه. دو بريفيرونس ديروا زبده ماشي زيت، هكا باش يسهل لكم الكيك باش كي يطيب يجيكم ساهل كي تنحيوه. كيما تقدروا تاني تديروا بابي كويسون. هنا شوفوا دوكا برما في الرغد الخليط تاعي تاع الكيك كامل في المول، نحطو يطيب في فرن اللي كنت سخنته من قبل على 150 درجه. نخليه يطيب بعقله باش من بعد نحيه. هاولك دوكا مور ما طاب هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. شوفوا اللون تاعو ديجا هكذا شباب ويشهي. واش نقول لكم يعني راكم تشوفوا ديجا هنايا كيفاش جا، يعني الصوره وحدها راهي تهدر. هنايا وهو سخون جبت حبه قارص عصرتها مليح، جبت الجو تاعها وراني شربت بهذاك الجو الكيك تاعي. قلت لكم وهو سخون اللي تديروا هذه المرحله ماشي حتى يبرد. دونك ندير عليه حبه قارص نعصرها ونشرب بها الكيك تاعي. من بعد ندير كلاصاج. هنايا راحت لي كيفاش
خدمته راح لي هذاك المقطع، من بالي كنت نصور مي بون درت شوفوا 50 غرام تاع الكريم ليكيد يعني كريم فريش، ما يهمش الا تاع 30% ولا 35%. نحطها تسخن ونزيد عليها 100 غرام شوكولا بيضاء، نزيد عليها من بعد ملون اصفر ولا اغوم تاع الليمون يعني كيما تحبوا. انا شوفوا هنايا انا درت شوكولا بذوق الليمون ديريكت اللي تتباع ديجا في المحلات تلقاوها واجده هكا تجي، دونك ما درتش شوكولا بيضاء ولونتها. سينو نتوما تقدروا ديروا كيما قلت لكم شوكولا بيضاء ولونوها، ولا ديروا شوكولا بيضاء وحدها برك بلا حتى ملونات، ولا خليوه سامبل كيما تحبوا. هنايا لكم الاختيار. انا هاد اللمسه زدتها من عندي، راح تزيد لكم بنه للكيك تاعكم وانتم ديروا واش تحبوا ولا واش عندكم متوفر في الدار. وهذه هي النتيجه اللي نحصل عليها. شوفوا كيما قلت لكم التزيين يبقى اختياري. وشوفوا دوك نوريكم لا تيكستور، شوفوا كيفاش يجيكم. هذه على جال قلت لكم كي ديروا الياغورت هو الاخر. فوالا لحقنا نهايه الوصفه، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش تخليوا لي رايكم في التعليقات، ديروا لي جيم للفيديو، بارطاجيوها بالماكسيموم اللي تعم الفائده، واللي يشوف عفوا لاشين تاعي بور لا بروميير فوا يدير لي ابوني. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.